أسئلة كتير جوا دماغي، هو أنا مين وإمتى فين؟ والحل دايما إني أهرب من الدوشة دي واختفي. بس لقيت إن الهروب أوقات كتير بيكون صحيح. بس لقيت إن الهروب أوقات كتير بيكون صحيح. لما باجي أهرب في حضنك وأتدفى فيه واحتمي. لما باجي أهرب في حضنك وأتدفى فيه واحتمي. في سنة 2012 كانوا عاملين إحصائيات على أكتر التجارات الرابحة في أمريكا، واكتشفوا حاجة غريبة جدا كانت بالنسبة لهم تمثل مفاجأة، إنه في تجارة اقتحمت قائمة أفضل 5 تجارات رابحة في أمريكا، وكانت تجارة الجنس عبر المواقع الإباحية. فقط عبر المواقع كانت كسبانة سنة 2012 32 مليار دولار من خلال المواقع الإباحية. قد إيه التجارة دي انتشرت، ومش بس موجودة في أمريكا، موجودة في كل حتة في العالم. واحدة من أهم التجارات في العالم دلوقتي هي تجارة الجنس. لما بنبص في الكتاب المقدس على موضوع الجنس نلاقي واحدة من أوامر الرب اللي بيقول لنا عليها اهربوا منها هي الجنس، هي الزنا، هي الشهوة الجنسية. فنشوف مع بعض في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس أصحاح 6 ومن عدد 18 يقول لنا الأمر ده الرب: اهربوا من الزنا، كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وإنكم لستوا لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. الزنا واحدة من الحاجات اللي الرب بيقول لنا عليها اهربوا منها. في المحاضرة دي هنتكلم على الهروب من الزنا للقداسة، إني أكون بار أو مقدس في الرب. الزنا بشكل مبدئي أول ما نبص لها نقول يا سهل قوي انه لما حد يعرض عليا الزنا، يعرض عليا الخطية الجنسية، اقول له ببساطة جدا لا. في وصية من وصايا العهد القديم، من وصايا الناموس بتقول كده: لا تزني. ونشوف الرب في متى 5 و6 و7 في الموعظة على الجبل يقول: سمعت انه قيل لا تزني، اما انا فاقول لكم. ايه يا رب هتقول لنا ايه؟ كل من نظر لامرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه. فالزنا في العهد القديم هو فعل، الزنا في العهد الجديد أو لما الرب قال لنا بعد جديد ومغزى جديد عن خطية الزنا بقى مجرد شهوة. والشهوة هنا بتتم فين؟ مش بس في الفعل، مش بس في السلوك، لكن بتتم في العقل وفي القلب. لا تزني، كل من نظر لامرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه. الزنا بيبدأ من العقل ومن القلب. ما بيجيش إبليس بسهولة كده يعرض علينا ويقول اتفضلوا ادخلوا في خطية الزنا، أو يجي واحد يعرض على واحدة يقول لها أنا ممكن أدخل معاكي في علاقة زنا. هتبقى الإجابة ببساطة جدا لا طبعا، أنا مش ممكن أقع في كده. لكن حقيقة استراتيجية إبليس عشان نقع في ده مش الشكل المباشر ده، لكن بيبدأ يعرضها علينا واحدة واحدة. لما جت الحية وعرضت على آدم وحواء ما قالت لهمش تعالوا اعصوا ربنا، تعالوا اعملوا غير كلام ربنا، لكن ابتدت بحاجة صغيرة جدا. قالت ايه؟ قالت انظروا للشجرة، وشافتها حواء وقالت انها شهية للنظر. البداية دايما عند النظر. في مقابلة في الكتاب المقدس لاتنين من أبطال الإيمان، ونشوف موضوع الزنا ابتدى ازاي معاهم من النظر. نشوف واحد زي داود، الشخص اللي الرب قال عنه انه حسب قلبي،
شخص نموذجي هايل رائع. وشخص آخر برضه واحد من أبطال الإيمان واسمه يوسف. يجي داود الشخص النموذجي، الشخص اللي بيعرف يرضي الله، الشخص اللي بيرنم للرب ترنيمات رائعة. وفي مرة من المرات يقول لنا الكتاب كده انه في وقت خروج الملوك للحرب داود قرر ان هو يختلف عن الباقيين، فقام من على مضجعه في المساء وابتدى يتمشى، مش بس في البيت لكن يتمشى على سطح البيت. وبعدين ورأى امرأة تستحم. رأى، نظر. البداية فين؟ عند النظر. البداية واحدة من أهم مداخل إبليس للشهوة الجنسية هي النظر. فرأى داود امرأة بتستحم. عمل إيه داود؟ وقف عند النظر؟ لا، ده نزل بسرعة وابتدى يسأل العساكر بتوعه وقال لهم فلانة الفلانية اللي ساكنة في العمارة الفلانية اللي ساكنة في البيت الفلاني مين دي؟ فابتدوا العساكر بتوعه أو الحرس بتوعه يقولوا له يا حضرة الملك دي مرات أوريا الحثي، ده واحد من جنودك اللي موجودين في الحرب دلوقتي. وكأنهم بيقولوا له احنا ابتدينا نفهم انت ايه اللي جواك، انت بتفكر ازاي، عايزين نساعدك ونقول لك ان جوزها مش موجود. داود الشخص القديس، الشخص الرائع حسب كلام الرب، يفكر بطريقة مختلفة. ابتدت بالنظر وابتدى يفكر ايه ده جوزها مش موجود، طيب هاتوها. أمر أن يحضروها إليه. جت بس شبع لداود ودخل داود عليها وزنى معاها. داود الشخص القديس. وبعد ما زنى معاها روحت بيتها واكتشفت فيما بعد ان هي حامل، فارسلت لداود مرة تانية وتقول له يا داود انا حامل. هتعمل ايه؟ داود الشخص اللي حسب قلب الرب نلاقيه يعمل حاجة تانية مختلفة. يدعو زوجها أوريا ويقول له تنزل أجازة وتقعد في بيتك وتستحم وتضطجع مع امرأتك وتاكل أكل نظيف. وأوريا يرفض الأمر ده وينام عند باب بيت الملك ولا بيته ما ينزلش. فداود جرب طريقة تانية انه يسكره. أسكر أوريا. وبعدين أوريا حتى وهو سكران، حتى وهو عقله الواعي مش موجود وبيتصرف بعقله الباطن، أوريا يتحرك من قدام الملك ويوصل عند باب بيت الملك وما يرضاش ينزل لبيته. وبعدين يجيبوا داود المرة الثالثة ويقول له ايه، هو انت بالنسبة لك الحرب احسن من انك انت تقعد في راحة واجازة في بيتك؟ فيبدأ أوريا يقول لداود آية عظيمة جدا، يقول له ازاي انزل لبيتي؟ تابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، ويؤاب وعبيد سيدي يؤاب نازلون على وجه الصحراء، وأنا أنزل إلى امرأتي وإلى بيتي لا أكل وأشرب واضطجع. وحياتك وحياة نفسك لا يكون هذا الأمر. أوريا يعلم داود درس. داود يدرك، داود يسمع، الحقيقة لا، وكأن الخطية خلاص سيطرت عليه. وداود يبعت مع أوريا جواب في خطة قتل أوريا ويبعته ليؤاب رئيس الجيش، ويروح أوريا بالجواب ده ماسكه في إيده. وتاني يوم يموت أوريا بالطريقة اللي داود خطط ليها. يموت أوريا وداود كله ده مش حاسس بأي حاجة. إزاي يا داود أنت البطل العظيم تسقط هذه السقطة العظيمة؟ لأنه هذه الخطية اللي اسمها الزنا كل قتلاها أقوياء. داود سقط في الاختبار ده رغم أنه نجح في اختبارات تانية كتير، لكن في الاختبار ده بالذات سقط وكان سقوطه عظيم. نشوف واحد تاني اسمه يوسف قدام الاختبار ده يتصرف بطريقة مختلفة. يجي يوسف ينزل لمصر ويتباع عبد ويبقى في بيت فوتيفار، وفوتيفار يلاقي يوسف انه الرب معاه وبينجح كل حاجة بإيده فيديله ويوكله على كل بيته. ويجي يوسف وهو عبد
وغريب ومتهان ومظلوم، واخواته باعوه، وحاسس قد ايه بانه هو ملوش حد. تيجي تتعرض عليه الخطية من زوجة فوتيفار، والكتاب يقول لنا ألحت، يعني أكتر من مرة تعرض عليه الخطية. وجت في يوم فضت كل القصر، والناس خرجوا بره القصر، وبقى كل اللي موجود في القصر يوسف وامرأة فوتيفار. ويجي يوسف قدام الخطية وهي بتعرضها عليه في الوقت ده، يقول لها آية عظيمة، يقول لها كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى، مش فوتيفار، أخطئ إلى الرب. ليه إحنا النهاردة بنقول في المحاضرة بتاعتنا اهرب؟ كان ينفع يوسف يقع في الخطية، ينفع يقع في الخطية. وعلى فكرة إحنا ممكن كشباب نكون بنلتمس له الأعذار ونلاقي له أعذار كتير. ينفع نقول على يوسف أصله غريب، أصله دي سيدته وهو عبد، فالعبد هو عبد المأمور، سيدته أمرته بحاجة فهو بيعملها. ينفع نلاقي له عذر كمان انه ما كانش في الوقت ده الوصايا مكتوبة، ما كانش فيه الوصية بتاعت لا تزني، ما كانتش مكتوبة حتى لو المعنى موجود، ولكن كوصية مكتوبة ما كانتش موجودة. فينفع يقول انا ما اعرفش، ما حدش قال، ما حدش كتب، ما حدش قال لنا انه لا تزني. عند يوسف كم من الاعذار، ولكن يجي يرفض كل الاعذار ويرفض الخطية اللي معروضة عليه، ويقول كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الرب، أخطئ إلى إلهي، أخطئ إلى الله. كان ينفع يوسف يقول لا ويفضل واقف يقول أنا شجاع، أقف قدام الخطية وأقول لها لا. الحقيقة عارفين يوسف عمل إيه؟ يوسف هرب من خطية الزنا. وهو بيهرب هي شدت الرداء بتاعه، مش مهم الرداء، المهم يوسف يهرب. هرب من خطية الزنا. وده اللي نفسي أقوله لكل حد من حضراتكم النهاردة. يمكن إحنا كشباب، يمكن إحنا كمجتمع، بقى خطية الزنا معروضة علينا بسهولة. زمان عشان حد يتفرج على فيلم إباحي أو يشوف مجلة إباحية كان موضوع وقصة، وكان بتتعمل خطط كتيرة قوي عشان بس يحصل الشخص على فيلم إباحي أو مجلة إباحية. دلوقتي مجرد دوسة على الموبايل، دوسة على الانترنت، كل العالم بيتفتح قدامك. ومش بس انت محتاج تدوس، ده انت ممكن تبقى قاعد وفاتح صفحات عادية جدا وتلاقي الخطية دي، خطية الزنا، بتتعرض عليك بسهولة. اعلانات طالعه لك من تحت ومن فوق ومن الجناب على خطية الزنا. العالم وإبليس ابتدى يضع قدامنا هذه الخطية بسهولة. اللي جاي اقوله لك النهارده في المحاضره دي، اهرب من الزنا. اوعى تقف وتقول انا شجاع، انا هدخل الموقع ولا اتاثر. مفيش حاجه اسمها كده. يوسف ما وقفش قدام امراه فوتيفار وقال انا شجاع، انت هتعرضي عليا وانا هرفض. لا، اهرب من ده. ابعد عن المكان اللي فيه الزنا، ابعد عن المسببات اللي ممكن تكون في وقت من الاوقات بتجر رجلك للزنا. ابعد عن الاشخاص اللي في اوقات كتير قوي بيبقى هم الحبل والرابط اللي بيجرك للزنا. اهرب من الزنا الى القداسة. ازاي اوصل للقداسة؟ ازاي اهرب من الزنا واوصل للقداسة؟ رقم 1، اول حاجة عشان تهرب من الزنا انت لازم تقرب للقداسة. طب ازاي اتقدس؟ ان اقرب من القدوس، اني ابقى في محضره، اني اقعد معاه. كل ما بقرب من القدوس كل ما ذهني وافكاري وعنيا ومشاعري بتتقدس معاه، وبالتالي بيبقى مساحة امتلاك الرب على حياتي اكبر بكتير قوي من مساحة امتلاك الجسد على حياتي. فرقم 1 قرب للقدوس. رقم 2، من فضلك افحص مشاعرك وافكارك. في العهد الجديد الرب اتكلم على انه الزنا الحقيقي مش بس فعل، لكنه كمان فكر وشعور. قبل كده اتكلمنا عن موضوع المشاعر والافكار، وقلنا ازاي نفحص انفسنا، نفحص فكرنا، مشاعرنا. انت محتاج تقعد مع نفسك وتفحص ده، لانه في كتير قوي من المشاعر اللي بتتسرب
واحدة واحدة لغاية ما في وقت من الأوقات بتمتلك علينا، وبعدين بنسأل نفسنا هو إيه اللي وقعني في ده؟ إزاي بقى عندي إدمان غير عادي ناحية المواقع الإباحية؟ لأنه أنا سبت الشعور يتسرب جوايا وبقى جزء لا يتجزأ من حياتي، وبناء عليه وقعت. عشان كده رقم 2، الخطوة التانية، من فضلك افحص مشاعرك، افحص أفكارك. ولو فحصتها هتكتشف انه في حاجات كتيرة مش مناسبة، لازم تدور لها على أفكار بديلة. مشاعر كتيرة مش مناسبة، محتاج انك تدور على مسبباتها. النقطة الأولى قرب للقدوس. النقطة التانية افحص أفكارك ومشاعرك. النقطة التالتة اهرب من المسببات. دور على ايه هي المسببات اللي بتجر رجلك نحو الزنا. ممكن تبقى أشخاص، ممكن تبقى أماكن لما بتبقى موجود فيها بتمارس العادة، أو مثلا بتفكر أكتر في المواقع الإباحية. ممكن أوقات معينة أنت بتبقى قاعد فيها لوحدك. ممكن في أوقات تانية يبقى وقت ضغط أو وقت ضيقة أو وقت ألم، ممكن يبقى من مسببات وقوعك في الزنا. فمن فضلك ابعد عن المسببات، اعرف ايه هي المسببات وابعد عنها. حاول بقدر الامكان تبعد عن الاشخاص دي او الاماكن دي او الاوقات دي. النقطة الرابعة والاخيرة، دور دايما على حلول بديلة. لو انا في وقت ضيق او الم واول فكرة جايه لي هي اني مثلا ادخل على مواقع اباحية عشان اتبسط شوية، او امارس عادة سرية عشان يحصل عندي عملية تنفيس، دور على حلول بديلة، تروح لأماكن بديلة، تروح لأشخاص بديلة. ينفع أدور على أشخاص تمشي معايا سكة نحو التعافي من الإدمانات الجنسية. دور على أشخاص، على أماكن، على أشياء ممكن تكون بتعملها بتملى وقتك وبتملى فكرك وبتملى حياتك بأهداف أسمى وأروع، وتكون بتحقق فيها إنجازات أكتر لحياتك. اهربوا من الزنا للقداسة. الزنا خطية، نعم، ولكن الجنس الله لما خلقه كان للقداسة. في الجنس في متعة، نعم في متعة، ولكن الله عمله لكي نزيد، نثمر، نملأ الأرض. المشروع الإلهي من البداية هو الزواج، هو أن احنا نكون أسر. ففي البدء كان الكلمة، نعم، ولكن في البدء أيضا كانت الأسرة. الرب عمل لآدم حواء عشان هما الاتنين يكونوا أسرة، يكونوا البشرية. في الجنس متعة، ولكنها متعة مقدسة لو احنا استثمرناه بالطريقة الإلهية اللي الرب عمله من أجله، من خلال زواج ناجح. يمكن مجتمعنا ما بقاش بيقول ده، يمكن الناس اللي حوالينا وكلامهم السلبي على الزواج ابتدى يبعدنا عن ده، فبقينا بندور على المتعة بعيد عن القداسة والزواج. ولكن النموذج اللي عمله الرب هو الأعظم، هو الأفضل. اهربوا من الزنا إلى القداسة، إلى الزواج، إلى أني أمارس الجنس في الشكل المقدس اللي الرب عمله من أجله.